السلام عليكم، وحشتوني ويا رب اكون انا كمان وحشتكم. بص بقى، انا هخش في الموضوع على طول. انا بتكلم على موضوع جواز الصغيرين اللي احنا بنسميهم لسه اطفال. اما بنتي يبقى عندها 15 سنه فانا شايفاها لسه طفله، شايفاها لسه ما بدأتش تشوف الدنيا. فواحده كانت بتحكي لي على موضوع بنتها، هي ندمانه بس هتندمي بعد ايه؟ بعد فوات الاوان. بتقول انا حسيت ان انا جنيت على بنتي وبنتي بتدعي عليا. بتقول لي هو انتوا ما كنتوش لاقيين تاكلوني عشان ترموني؟ فانا بقول لها طب هي كده بنتك عندها حق. انت تجوزيها عندها 15 سنه، دي تعتبر طفله لسه، في ايه؟ وانت ما كنتش لاقي فعلا تاكليها؟ قالت لي لا، هو بنتي كانت حلوه وبتقدم لها عرسان كتير. فانا لقيت العريس ده يعني صعب انه يتعوض، وخفت يروح من ايدينا. يروح من ايدك ليه يا حبيبتي؟ ده نصيب، ده نصيب وهيجي لها نصيبها. ليه تستعجلي؟ المهم قالت لي انا جوزتها عرفي عقبال ما تتم السن القانوني كمان. يعني انت خلاص متسربعه قوي كده يعني؟ طب وبعدين؟ قالت لي جوزتها عرفي وقعدت ومش عارف ايه، المهم خلفت. فانا حاسه ان عيله وجابت عيل يعني. وبعدين بدأ جوزها يشتكي من حاجات كتيره، وبعدين هو عنده حق يشتكي، ما يشتكيش ليه؟ ما هو واخد طفله وبعدين هو بيشتكي ليه؟ هو شايف ان هو متجوز واحده عروسه بجد، ده طفله يعني خرجت من حضنك لحضنك. فين امتى انت علمتيها؟ وفين امتى فهمتيها؟ وفين كان عندك الوقت ان انت تعرفيها بالدنيا الجديده دي؟ فبتقول لي انا حاسه ان انا كل ما بروح لها برجع متنكده، لان بحس فعلا ان انا جنيت على بنتي. بنتي دلوقتي بقالها سنتين في جوازه ما يعلم بها الا ربنا. هو حاسس ان هي برضه صغيره وبتعمل حاجات مش مدركاها. ولو انه شريك معاكي في الموضوع ده ليه حق، بس الموضوع كله عليك انت. وبعدين البنت بتقول لي يا امي ده انا مش مرتاحه، انا مش مرتاحه. انتوا ليه رميتوني كده؟ انتوا بتكرهوني. البت واخده مني موقف محسساني ان انا رميتها عشان هي تقيله علينا واحنا مش لاقيين ناكلها. وفي نفس الوقت الهم اللي هي شالته في بيتها هم هي ما كانتش لسه مستعدياله. انت فهمتي الكلام ده بعد الكلام، بعد ما خربت الدنيا، بعد ما ورطتيها وخليتي عيلة شايلة عيل وشايلة مسؤولية راجل وبيت وعيلة وأكل وشرب، وشايلة ليلة هي مش قدها. أنا مش عارفة أقولك إيه، لأن خلاص يعني زي ما بيقولوا الفاس وقعت في الراس، هنعمل إيه تاني؟ هقولك طلقيها؟ ما خلاص بقى معاها عيل. لا، كل اللي تقدري تعمليه تقدري توعيها دلوقتي، توعيها ومعلش يا بنتي انا كنت خايفه عليكي، انا كنت مش عارف ايه، انا كنت حاسه ان عارفه ان هو شريكي هو. وبعدين هي بتقولي هو كويس بس كل اللي بيشتكي منه افعالها، لانها بتعمل افعال عيله صغيره برضه، عيله صغيره. ودايما يشتكي من اهمالها ومن ان هي عايزه بقى تتفرج على التلفزيون وعايزه تلعب على الموبايل، وبرضه اهتمامها بالطفل مش قد كده. كل اللي انت بتقوليه دوت انت السبب فيه. فانا عايزه اقول لكل ام، كل ام اصبري على بنتك، اوعي تجوزيها صغيره، اوعي تجوزيها غصب عنها. استني عليها لما تفهم وتكبر وتبقي انت حاسه ان هي هتبقى قد المسؤوليه، عشان ما تجيبلكيش مشاكل ووجع قلب وتحطك في حوارات. يعني مش بتاخرها تتاخر تجيبهولي وتيجي راخر، لانها هتجيب لك هم وهتجيب لي وجع القلب وتيجي شايلك عيل على كتفها. فاحنا بنتكلم في ان خلي بالك، لا تجوزي بنتك غصب عنها ولا تستربعي عليها وتجوزيها صغيره. وما حدش يقول لي اصل انا لقيت ده العريس ده خفتي لا يطير وما يرجيش زيه. لا يا حبيبتي، ده نصيب، ده نصيب، وكل واحده هيجي لها نصيبها. وما تستربعيش. واللي تلاقي بنتها مثلا كبرت شويه، يا حبيبتي مهما كبرت ده لسه نصيبها ما جالهاش. ان شاء الله نصيبها هيجي لها لغايه عندها، هيجي لها لغايه عندها وتفرحي بيها. بلاش لو سمحتي تقعدي تنكدي عليها، او تقعدي بقى انت ايه ما تصدقي حد يجي لها وتمسكي ودانها، تمسكي ودانها. عايزه تقنعيها، انت اي نعم عايزه تفرحي بيها، بس سيبيها هي تختار براحتها.
اوعي تسربعيها او تغصبيها على حد، سيبيها لما يجي لها نصيبها. وان شاء الله ان شاء الله ربنا يستر جميع بناتنا يا رب كده، وافرحي بيها بدل ما توكسيها. معلش هي دي الكلمة اللي المفروض اقولها لك، وربنا يسترها عليهم يا رب. ويا رب الكلام ده يوصل لكل ام. وخلي بالك، خلي بالك من بنتك، افرحي بيها، افرحي بيها احسن. خليها تخش بيت تبقى قد مسؤوليته، عشان انتي علمتيها كده. لكن دي لا لحقت اتعلمت ولا اي حاجة. ليها حق بقى، سدي بقى على الحوارات بتاعتها عقبال ما تعلميها. وخلي بالك انتي هتعلميها وهي في بيت جوزها، كان الاولى تعلميها وهي في بيتك. السلام عليكم، مستنية رأيكم في اللي انا بقوله ده. السلام عليكم.